السلام عليكم، صباح الخير. وحشونا جدا جدا جدا. وتعالوا ناخد النهارده درس جديد في التاريخ بتاعنا، تاريخ اولى اعدادي. احنا قلنا ان هو بيتكلم عن التاريخ الفرعوني وتاريخ اجدادنا القدماء المصريين اللي العالم كله نفسه يكتشف اسرارها. الحضاره اللي مجننه العالم كله هتموت وتفهم ازاي حصلت، وازاي المصري القديم قدر يقوم بالحضاره الجميله والكبيره قوي دي. طيب تعالوا نبتدي معانا بقى اول درس خالص. احنا الوحده الرابعه عندنا اسمها مصر التاريخ. الدرس الاولاني خالص اسمه وحده شعب. تمام. طيب بدايه كده قبل ما نتكلم عن اي حاجه، احنا عايزين نعرف يعني ايه كلمه حضاره اصلا. كلمه حضاره هي كل ما ينتجه عقل الانسان، سواء كان ماديا او ادبيا. بمعنى كل حاجة بينتجها عقل أو تفكير الإنسان، سواء كان ماديا يعني حاجة ملموسة أقدر أمسكها زي المعمار، المباني، المعابد، الحاجات دي، أو أدبيا زي التقدم في الكتابة والشعر والأدب والحاجات دي زي الكتابة الهيروغليفية. فكلمة حضارة معناها هي كل ما أنتجه عقل الإنسان، سواء كان ماديا أو أدبيا. وبمعنى كده نعرف ان الحضارة المصرية القديمة قدرت توصل لحاجات مادية زي المعابد والقصور والمقابر، وزي الأدبية زي الكتابات والتقدم في كل العلوم بتاعتها. تمام. تعالوا بقى نخش بقى في الدروس بتاعتنا. قال لي ان احنا بنقسم العصور التاريخية عموما او تاريخ الانسان لجزئين: عصور ما قبل التاريخ، ودي اللي كانت قبل معرفة الانسان للكتابة، وعصور تاريخية. هنبتدي الاول بعصور ما قبل التاريخ، اللي هي اقدم حاجة خالص قبل ما الانسان يعرف الكتابة، ونعرف هما كام عصر بالظبط. قال لي عصور ما قبل التاريخ دي اللي هي العصور التي ما قبل معرفة الإنسان للكتابة. يعني بتبتدي من أول ما خلق ربنا الإنسان على الأرض لحد سنة 3350 قبل الميلاد. طبعا احنا عارفين قبل الميلاد، قبل ميلاد السيد المسيح أو السنة الميلادية يعني، فبنمشي بالعكس. يبقى عصور ما قبل التاريخ هي العصور اللي عرفها الإنسان ما قبل معرفة الكتابة، وبتبتدي من أول خلق الله للإنسان لحد سنة 3350 قبل الميلاد. تمام. عصور ما قبل التاريخ بيتقسموا لإيه بقى؟ بيتقسموا لأربع أجزاء: العصر الحجري القديم، العصر الحجري الحديث، العصر النحاسي، عصر ما قبل الإسراء. ناخدهم واحد واحد ونفهم كل واحد ايه اللي حصل فيه وايه مميزاته. بصوا حبايبي، هو كل عصر من دول ليه ميزه معينه بتميزه عن اي حاجه تانية. يعني هو كده كده تاريخه او حاجته مختلفه عن كل عصر عن التاني، بس لازم يكون في ميزه كده مختلفه، اكتشاف حاجه فظيعه الانسان عملها. نيجي للعصر الحجري القديم. قال لي ان العصر ده كان الانسان فيه دائم التنقل والترحال، وكان عايش في الصحراء والهضاب والحاجات دي. ليه دائم التنقل والترحال؟ لانه كان انسان كسول جدا، ما كانش بيعمل حاجه، كان بيدور على الفواكه والخضروات ياكلها، ويجمع البذور دي ويبتدي يصطاد الحيوانات بطرق بدائيه جدا بسيطه جدا، وكان بيعيش في الكهوف. مجرد ما الاكل بيخلص في المكان ده ينتقل لمكان اخر، فمالوش مكان هو مستقر فيه. معرفش معنى كلمه استقرار او انه يقعد في مكان فتره طويله، لا، كان بيغيره على حسب وجود الاكل والحيوانات بتاعته. فكان الانسان المصري القديم ده دائم التنقل فوق الهضاب، كان بيسكن في الكهوف، ما كانش بيعمل بيت لنفسه. الاكتشاف الفظيع بقى او العظيم في هذا العصر كان اكتشاف النار، وبالنسبه له كان اكتشاف عظيم جدا، لانه قدر بيها يسوي الطعام بتاعه او يطهي الطعام بتاعه، ويبعد بيها الحيوانات المفترسه، وطبعا تساعده في التدفئه ايام البرد. يبقى المصري القديم في العصر الحجري القديم كان دائم التنقل فوق الهضاب وعلى جانبي النيل، جمع البذور وصاد الحيوانات والطيور، كان مسكنه في الكهوف، واكتشف النار واستخدمها في طهي الطعام وإبعاد الحيوانات. وكانت أدواته كلها في هذا العصر من الحجر. احنا بنقول العصر الحجري، يبقى أدواته كانت من الحجر. برافو. نيجي للجزء الثاني، العصر الحجري الحديث، وده حصل فيه شوية تطور للإنسان المصري القديم. طيب هنا بيسألني سؤال الأول قبل ما نعرف أي حاجة: هو ليه المصري القديم ساب الهضاب ونزل عند وادي النيل بقى؟ قال لي بسبب انتشار الجفاف وقلة الأمطار. احنا قلنا هناك انه كان دائم التنقل والترحال على حسب وجود الطعام. حصل وربنا منع المطر او قل المطر، فبدأ الجفاف يحصل، وما يبقاش فيه ولا ميه ولا نباتات ياكلها. طب
طب يعمل ايه؟ بدأ يتحرك المصري القديم من مكانه لنهر النيل او وادي النيل اللي موجود عنده المياه العذبة، عشان يقدر ياكل ويدور على حيوانات يصطادها، لان الحيوانات طبيعي هتروح تتحرك عند الجزء بتاع المية. اتعلم ايه بقى في العصر الحجري الحديث لما نزل عند وادي النيل؟ اول حاجة خالص اتعلم الزراعة عشان ينتج لنفسه حاجات ياكلها، حبوب زي الشعير وكتان. بدأ ينتج لنفسه حاجات تتماشى مع متطلباته زي الحبوب عشان ياكلها، وزي الشعير وزي الكتان. اعتنى بتربية الماشية، ما بقاش يستخدم الحيوان انه بس يصطاده، لا ده بدأ يربيه عشان يساعده زي الأغنام والماشية. وعاش حياة الاستقرار، بدأ يتعلم يبني المساكن لنفسه، بدأت تظهر القرى، بدأ يقيم المقابر. دي بقى الاكتشاف الجديد اللي هنا، انه بدأ يبني مقابر لدفن الموتى. قبل كده ما كانش بيعمل كده لانه كان بيتحرك من مكان لآخر، فما كانش بيعمل ده. يبقى المصري القديم في العصر الحجري الحديث بدأ يتطور شوية، نزل من الهضبة، نزل عند وادي النيل، اتعلم الزراعة، اتعلم تربية الحيوان، بدأ يعيش حياة أكثر استقرارا، بدأ يقيم المساكن وظهرت القرى، بداية تجمعات الإنسان أو التجمع البشري. بدأ يتعلم إنه يبني مقابر لدفن الموتى، وتعرف هنا على صناعة الأواني من الحجر برضو، والنسيج والملابس بتاعته من الكتان اللي اتعلم زراعة. نيجي للعصر اللي بعد كده، العصر النحاسي أو بنسميه عصر استخدام المعادن عموما. هنا بقى كان الإنسان أكثر تطور بكتير من العصرين اللي فاتوا. بدأ يستخرج النحاس من شبه جزيرة سيناء وعدة معادن أخرى، بدأ يصنع أدواته من المعادن والحجارة اللي هو كده كده عارفها، والأخشاب من الزراعة لأنه بدأ يزرع ويبني، يزرع الأشجار، فبقى عنده خشب ومعدن وحجار. بدأ يبني مسكنه، هنا بقى مسكن يستقر فيه، من الطوب اللبن، وده عبارة عن طوب كده هم بيصنعوه ويعملوا بيه البيوت بتاعتهم. وبدأ عشان يدل على الأكثر استقرارا فيه، إنه بدأ يفرش البيت بتاعه ده بالحصير. بدأ يبني أسرة، جمع سرير خشبي من وسائد الجلد عشان ينام عليه. طيب احنا قلنا ان كل عصر بيتميز بحاجه. العصر الحجري القديم استخدام النار او اكتشاف النار. العصر الحجري الحديث بدأ ان هو يبني الكوخ بتاعه بسيط كده على قده. العصر وبدأ يتعلم دفن الموتى. العصر النحاسي بدأ يظهر بعض العبادات، بدأ يفهم فكرة العبادات وتقديس الحيوانات. كان بيقدس الحيوانات اللي بيخاف منها، أو يعني يتقي شرها زي ما بيقولوا. كان متخيل ان هو لما يعبدها هيتقي شرها. يبقى احنا قلنا عصور ما قبل التاريخ 4 عصور: عصر حجري قديم، عصر حجري حديث، عصر نحاسي او عصر استخدام المعادن. نيجي للرابع اللي هو عصر ما قبل الاضطراب، اللي هي بداية التكون لفكرة الوحدة، ان احنا نعمل دولة مع بعض او ان احنا نجمع بعض. فبدأ العصر ده بالتدرج نحو ان احنا نبقى دولة واحدة. احنا وصلنا ان احنا بقينا دولة واحدة دي مرة على واحدة كده على طول؟ لا طبعا. بدأت تنشأ القرى الأول اللي كانت في العصر الحجري القديم، الحديث أنا آسفة. وبعد كده بدأت تظهر المدن نتيجة لتكون عدة قرى، وبعد كده نشأت الأقاليم نتيجة تكون عدة قرى ومدن، وبعد كده بدأنا في فكرة الوحدة. يبقى أول حاجة نشأت القرية بعد ما نزل من الهضبة عند وادي النيل، اتعلم الزراعة والاستقرار، فبدأ يبني بيوت لنفسه وأكواخ. ونتيجة تجمع عدة بيوت بدأت تتكون فكرة القرية. كان لكل قرية معبودها الخاص لما عرف تقديس الحيوانات، وكان التعاون هو سمة الحياة بين سكان القرية زي سكان الريف. تاني حاجة المدن، وظهرت المدن نتيجة تجمع القرى. عدة بيوت تعمل لي قرية، وعدة قرى تعمل لي مدن. فنشأت نتيجة اتساع القرى وتعدد سكانها، وأصبح هناك نظام بقى، بدأوا يحطوا لنفسهم نظام يمشوا عليه. بدأوا يختاروا حاكم للمدينة بتاعتهم، بدأ يكون ليها سور يحميها المدينة دي من أي خطر خارجي، وبدأ يكون لكل مدينة معبود أو إله. تمام. بعد كده جمعت قرى عملت مدن، جمعت المدن عملت أقاليم مستقلة. تمام. يبقى لو جه سألني قال لي هي ليه نشأت الأقاليم أو إزاي نشأت الأقاليم؟ نتيجة تجمع القرى والمدن. وبرضه كان لكل إقليم شعار من طير أو حيوان مشهور بيه. كان لكل إقليم عاصمة، دي بقى جديدة. كان لكل إقليم حاكم مسؤول عنه يخاف عليه ويحافظ عليه. وكان لكل إقليم جيش يدافع عنه ضد أي معتدي خارجي. رابع حاجة بقى وصلنا لفكرة الوحدة، إن مصر بقت دولة واحدة. ودي حصلت أول مرة خالص سنة 4/2/4/2 أو
4242 قبل الميلاد. ودي كانت على يد أحد أقاليم الوجه البحري لم يذكر اسمه أو لم نتوصل إلى اسمه حتى الآن. وعمل مصر كلها في دولة واحدة. وكانت العاصمة بتاعت الدولة دي اسمها أون، مدينة أون أو أون هليوبلس. فالمدينة دي كانت أول عاصمة للوحدة الأولى. ركز بس عشان في وحدة تانية هتجيلنا كمان شوية. يبقى نتيجة تجمع القرى حصلت المدن، نتيجة تجمع المدن والقرى حصل لي الأقاليم، ثم الوحدة الأولى لمصر أول وحدة عبر التاريخ تقريبا سنة 4242 قبل الميلاد، وكانت عاصمتها مدينة أون. نيجي بعد كده قال لي ان لم تدم هذه الوحده طويلا بسبب الصراعات والمشاكل، وان الناس لسه ما خدتش على فكره النظام والدوله والكلام ده. فاتقسمت مصر نصين او جزئين او مملكتين، مملكتي الشمال والجنوب. طيب، مملكه الشمال كانت في الوجه البحري عند البحر المتوسط كده، ومملكه الجنوب كانت في الوجه القبلي. كان لكل مملكه من دول عاصمه وتاج وشعار ومعبود. خلي بالكم عشان الجزء ده مهم وبيجي في امتحانات كتير جدا لانه من اهم اجزاء الدرس تقريبا. مملكة الشمال كانت عاصمتها بوتو، مملكة الجنوب كانت عاصمتها نخب. مملكة الشمال كان التاج بتاعها لونه احمر، مملكة الجنوب كان التاج بتاعها لونه ابيض. الشعار بتاع مملكة الشمال كان نبات البردي، ودي السمة اللي بتميزها. اما مملكة الجنوب فكان شعارها زهرة اللوتس. المعبود في مملكة الشمال كان ثعبان الكبرى، اما في الجنوب كان انثى النسر. تاني مع بعض نراجعهم. مملكة الشمال كانت عاصمتها بوتو، التاج بتاعها لونه احمر، الشعار نبات البردي، المعبود ثعبان الكبرى. اما مملكة الجنوب فكانت عاصمتها نخب، التاج كان لونه ابيض، الشعار كان زهرة اللوتس، المعبود كان انثى النسر. ثم بعد ذلك حصل ان في ملك عظيم جدا تقريبا كلنا عارفينه وحافظين اسمه كويس جدا، الملك مينا او الملك نارمر. بدأ انه يوحد مصر، وده كان جاي من مدينة طيبة، كان ملك من ملوك طيبة، وفكر انه يرجع مصر تاني دولة قوية ويحقق انتصار عظيم جدا على مملكة الشمال سنة 3200 قبل الميلاد. وده رجع مصر دولة تانية واحدة قوية. ومن هنا بدأت مصر العظيمة والحضارة المصرية القديمة تبدأ. وأسس لنفسه عاصمة سميت بمنف، أو بيقولوا عليها الميناء الجميل أو قلعة الجدار الأبيض، وكانت من أعظم مدن مصر في هذه الفترة. فبيعتبر الملك مينا هو مؤسس الأسرة الأولى والثانية، اللي بنسميه هذا العصر العصر العتيق، اللي هو بداية الحضارة المصرية القديمة. تعالوا مع بعض كده نراجع شوية على الدرس اللي احنا أخدناه، وفي نفس الوقت نتكلم عن الملك مينا سنة كده صغننة. زي ما قلنا ان هو اول ملك لمصر موحدة، اول ملك احنا عرفنا اسمه لان في حصلت وحدة قبل كده سنة 4242 قبل الميلاد. يعني وحدة مينا، مينا وحد المملكتين او مينا وحد القطرين سنة 3200 تمام. وهو مؤسس الأسرة الأولى، ودي العصر بتاع الأسرة الأولى والثانية اللي بنسميه العصر العتيق. وأطلق المصريين عليه من عظمته ومن قوته ملك الأرضين صاحب التاجين الأحمر والأبيض، ملك مصر العليا والسفلى، نسر الجنوب وثعبان الشمال. وبنبتدي من هنا الحضارة المصرية القديمة اللي هناخدها في الدروس اللي جاية إن شاء الله. معلومة تانية صغيرة أنا أسفة نسيت أقولها، إن مينا من انتصاره العظيم الجميل ده رسموه على لوحة سميت بلوحة نورمر أو لوحة الملك مينا، سجل عليها انتصاره على ملك مملكة الشمال. نراجع بقى على اللي احنا أخدناه كله كده تاني. يلا حبايبي معايا ركزوا. بنى المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن في العصر الحجري القديم. صح ولا غلط؟ احنا قلنا الحجري القديم كان الكوخ، كان الكهف. الحجري الحديث كان الكوخ. النحاسي كان طوب اللبن. برافو، الإجابة هنا غلط، هنشيل الحجري القديم ونحط العصر النحاسي. كانت مدينة أون عاصمة مملكة الشمال. أون عاصمة مملكة الشمال. غلط. أون كانت أول عاصمة موحدة لمصر في الوحدة الأولى، أما مملكة الشمال فهي عاصمتها بوتو. تمام. يعتبر الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى، صح ولا غلط؟ صح طبعا. طيب، بما تفسر أهمية اكتشاف النار، تفتكروا أهمية اكتشاف النار كانت إيه؟ تمام. بيبقى
ابعاد الحيوانات المفترسه، طهي الطعام بتاعه، والاناره او التدفئه في وقت الظلام او البرد. طيب، بما تفسر ظهور المدن في مصر القديمه؟ ازاي ظهرت المدن في مصر القديمه؟ نتيجة تجمع القرى. برافو. لو سألني نفس السؤال ده وقال لي ظهور الأقاليم في مصر القديمة، هقول له نتيجة تجمع القرى والمدن. شكرا جدا، وأتمنى أكون فدتكم، وإن شاء الله نتقابل في فيديو